السلام عليكم. قبل ما تقول العيب من الشركة أو من البطارية، في عادات معظمنا بيعملها يوميا وبتأثر على عمر البطارية، وبعض العادات دي نعرفها وبعضها وهو الأخطر محدش واخد باله منها. تعال هنتعرف مع بعض عن بعض العادات دي في الفيديو، بس لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الأيام دي في ناس كتير بتيجي تشكي من الموبايل وأداء البطارية ومن البطاريات والهواتف، مع لأن البطاريات في الهواتف بقت أحدث وبقت أذكى من الأول. هنتكلم عن عادات بنعملها هي اللي بتكون السبب، وتابع الفيديو للنهاية علشان هتعرف انت بتعمل أي واحدة فيهم، وما تنساش تقولي عليها في كومنت. ويلا بينا. وأول عادة خطأ بنعملها وهي استخدام الموبايل لحد ما ينزل ل0% أو 1% مثالا يعني. البطاريات الحديثة معظمها بيكون من نوع ليثيوم، ودي عمرها الافتراضي بيتحدد بعدد دورات الشحن، لكن دورات الشحن الصحيحة والمستقرة لما بتوصل البطارية للصفر، الخلايا الداخلية نفسها بتتعرض لضغط كبير لأنها بتتأثر بمستوى طاقة منخفض جدا، ومع التكرار كفاءة البطارية بتقل بشكل واضح معاك. وهقولك على بعض النصايح في نهاية الفيديو لو تابعت الفيديو للنهاية. العادة التانية وهي وصول نسبة الشحن ال100%. الحقيقة ورأيي مختلف عن بعض الفيديوهات، الشحن اللي عندي 100% مش خطر مباشر، لأن الموبايل وبطاريته بيكونوا مصممين عادي للوصول لنسبة 100%. لكن هقولك ليه ما يفضلش الوصول ل100%. آخر 20% اللي هم بيكونوا بعد ال80%، ما أقصدش آخر 20 بيكونوا موجودين في الهاتف، من بعد ال80% الوصول ليهم بيكون بطيء ومجهد لخلايا البطارية. وجربها بنفسك، آخر 20% من الشحن بيكون بطيء، والسبب إن البطارية وقتها بتدخل في وضع شبه الضغط المنخفض علشان تمنع الجهد العالي، والعادة دي تكرارها بيأثر على عمر البطارية وجودة أدائها معاك. أما العادة التالتة وهي استخدام الباور بانك غير جيد أو ضعيف، ودي مشكلة كبيرة. الفكرة ليه لازم نستخدم باور بانك معتمد أو ماركة معروفة؟ مش هقولك هات أغلى حاجة، لكن دايما نشوف حاجة معتمدة. الموضوع هنا ما بنتكلمش عن سرعة الشحن، أنا أقصد إن الباور بانك هو المسؤول عن جودة التيار والفولت اللي بيدخل للهاتف. والباور بانك لما بيكون رخيص أو ماركة مجهولة ممكن يخرج تيار غير ثابت، وده مع التكرار بيدمر البطارية حرفيا، بمعنى كلمة بيدمر. لأن الجهد لما بيكون غير ثابت والتيار غير ثابت ودخول الفولت غير ثابت بيدمر الموبايل حرفيا، ما بيكونش البطارية بس، وبيأثر كمان على اي سي الشحن. بس الفيديو على البطارية فاحنا بنتكلم على البطارية. والعادة الرابعة وهي معظمنا بيفرح بيها وهي الشحن السريع جدا. خلينا نكون متفقين اننا ساعات بنحتاجه وهو مفيد وقت اللزوم، لكن بعض الهواتف موجود فيها 3 خيارات في الشحن من خلال اعدادات الموبايل، وهو شحن عادي وشحن سريع وشحن سريع جدا، ودي خواص بنلاقيها داخل الاعدادات. خلينا نقول ليه ما يفضلش استخدامه غير وقت اللزوم. لان الشحن السريع بيعتمد على رفع التيار لفترة معينة، بيرفع التيار اللي داخل للهاتف لفترة معينة، وده بطبيعته بينتج عنه حرارة اعلى، والحرارة هي اكبر عامل بيأثر على البطارية وعمرها وادائها. مع لان الموبايلات الحديثة بيكون معدلة بحيث يقللوا الضرر بإدارة حرارة البطارية داخليا، بس ده مش كافي. فانا بقول لك لا، انت ممكن تستخدمه وقت اللزوم. اما العادة الخامسة وهي الشحن في اماكن مرتفعة الحرارة، زي مثلا سيارة مقفولة وسخنة، او تحت المخدة، او وضع الموبايل على اي جهاز سخن مثلا يعني تحطه على كمبيوتر، تحطه على صب حاجة سخنة يعني، او جنب شباك داخل منه حرارة شمس. ودي اسوأ حاجة ممكن تعملها في البطارية على الاطلاق، لأن الحرارة المرتفعة بتسرع من التفاعلات الكيميائية داخل البطارية، وبالتالي انت كده بتسرع بتلف البطارية وتدميرها. العادة السادسة وهي شاحن بشاحن سيارة رديء، وهو نفس فكرة الباور بانك وشاحن السيارة. دمر لي موبايل، لو حابب تشوفه هسيب لك في الاي اللي فوق ده القصة ازاي دمر لي الموبايل. اما العادة السابعة بقى هسيبها ليك من خلال تجربتكم مع الشحن. قول لنا ايه اسوأ عادة دمرت معاك البطارية، خلي غيرك يستفيد. اما بقى النصائح اللي هقدمها لك من خلال شرح الفيديو، واول نصيحة وهي افضل نسبة لشحن الهاتف وهو من 20 الى 80%، وهي الموصى بها من شركات المحمول. مش معنى كده ان انا هقول لك لازم بالظبط 20%، الا لو اضطريت يعني.
ما تهملش في حاجة زي دي، وعندك الاعدادات بقت موجودة في معظم الهواتف، اما الشحن الذكي اما من 20 ل 80%. الشحن الذكي ده انا ليا فيديو عنه، بتكلم ان هو يفضل لو بتشحن الموبايل طول الليل لو انت مضطر لكده، لكن الافضل ان انت تخلي نسبة الشحن من 20 ل 80%، وزي ما انا قلت ده الموصى بيه من شركات المحمول. وتاني نصيحة وهي الباور بانك، مش لازم يكون غالي، بس هقول لك على اهم من 3 نقط المفروض يجوا في الباور بانك اللي هتستخدمه، وهي جودة خلايا الباور بانك، جودة خلايا الباور بانك، لان الخلايا دي هي المسؤولة عن الباور بانك. ويكون في حماية كهربائية، وهتلاقي الحاجات دي مكتوبة على الباور بانك، ويكون بيشحن بنظام كيو سي او بي دي، والحاجات دي بتكون موجودة على الباور بانك. واهمهم الحماية الكهربائية، ان هو التيار يكون منتظم والفولت منتظم. اما بقى النصيحة التالتة وهي عدم الاعتماد على الشاحن السريع بصفة دايمة، ما تستخدموش غير وقت اللزوم، وافصلوا من خلال الاعدادات بعد ما تستخدمه. اما النصيحة الرابعة ودي اهمهم، الحرارة المرتفعة أثناء الشحن، وده شيء مهم جدا جدا جدا. أما بقى لو حابب تعرف أكتر عن الطرق الصحيحة لاستخدام الموبايل، عندي سلسلة اسمها أخطاء بتدمر موبايلك، ممكن تلقى عليها نظرة. وما تنساش دعمك ليا باشتراكك في القناة، وأتمنى أكون قدرت أفيدك.